في اجتماع اليومين الجايين دولت من الأستاذ هنا بريدة اتحاد الكورة بخصوص تخفيض عدد الأجانب. أنت عدد الأجانب عندك بيكونوا 5، لا هنخليهم السنة الجاية 4. عندك تحت السن بيكونوا 3، لا هنخليهم 2. تمام. السنة اللي بعدها هيكون عدد الأجانب 3، تحت السن هيكون 2. السنة اللي بعدها هيكون 3 عدد أجانب، 1 تحت السن، و1 بس فلسطيني. طيب هو مين المكسب في الحتة دي؟ مين اللي ليه المكسب في الحتة بتاعين ان يخفض عدد الأجانب؟ لو انا نادي معايا فلوس وممكن اشتري اي لاعب، لو انا نادي معايا فلوس وممكن اشتري اي لاعب، هل انت هتساعدني ان انا اشتري لاعب بالشكل ده؟ تاني ناديين، واحد مديون والتاني معاه فلوس. القرار اللي اتحاد الكوره هياخده هو هيكون في صالح مين فينا؟ من اللي معاه فلوس وبيشتري اي اجنبي، ولا اللي مديون لطوب الارض؟ بس القرار سليم. يعني انا الاجابه بتاعتي سؤالي سليم مفهوم. قرار اتحاد الكوره بتخفيض عدد الاجانب هيكون في انهي مصلحه؟ للي مديون ومعهوش فلوس يجيب اجانب، ولا اللي معاه فلوس وممكن يجيب اي اجنبي؟ ده ده اجتماع هيكون اليومين الجايين دولت بخصوص شؤون الموضوع، عدد وتخفيض الاجانب في مصر. طيب